اوعدك بقى ان دي احلى مره هتاكلي فيها بتنجان. بجد الطريقه دي حلوه جدا ومغذيه جدا وصحيه قوي كمان للناس اللي عامله دايت. الطبق ده كفيل ان هو يشبعك من غير اي حاجه جنبه. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض بطريقه سهله خالص وبسيطه، وتغيير عن البتنجان العادي، وما عدناش نقلي بتنجان في زيت ولا اي حاجه. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض. معايا هنا حبتين من البتنجان، يكون بتنجان رومي كده كبير، ومعايا فلفل الوان وفلفل اخضر بلدي، ومعايا حبتين اتنين من الطماطم. انا عايزه اشوي الحاجات دي كلها، اشويها في الفرن، اشويها على عين البوتاجاز من فوق، اشويها في الاير فراير، المهم تشويه. انا شويتها على عين البوتاجاز من فوق، بتديني طعم الشوي وريحتها بتبقى حلوه جدا. هبدا اسيبها بس تهدى شويه كده وابدا اقشرها، بتقشر معاكي بكل سهوله بالشكل اللي انت شايفاه ده. قشرت كل حاجه. وبعدين بقى في الكبة او في الخلاط او الهاند بلندر، هنزل كده بالبتنجان والفلفل والطماطم بالشكل ده. هنضيف عليها 3 4 فصوص من الثوم، وربع كوبايه من الطحينه، وعودين كده من الكزبره الخضراء، وعصير ليمونتين كبار، وبهارات ملح وفلفل وكمون وكزبره. واخلط الخليط ده كويس جدا في الخلاط لحد ما ينعم بالشكل ده. وهتقدميها جنب شوية جرجير بقى بعيش بلدي كده، حلوة جدا وريحتها بجد كانت تحفة. جربيها بقى شوية زيت زيتون كده وشوية شطة على الوش، هتعجبك جدا ان شاء الله.